تشهد متاجر الذهب حول العالم ازدحاما كبيرا وتهافت الناس لشراء المعدن الثمين كملاذ آمن في ظل ارتفاع الأسعار والمخاوف الاقتصادية والتقلبات السياسية. يذكر أن سعر 5 جرامات ذهب في العراق وصل إلى 700 ألف دينار عراقي، وهذا السعر لم يصله المعدن الثمين على الإطلاق. معروف في ارتفاع مستمر. ده نتيجة يعني ما معروف في الأوساط الاقتصادية بأنه الملاذ الآمن. الملاذ الآمن ده في فترات اللي هي عدم اليقين الاقتصادي أو في مخاطر جيوسياسية كثيرة في العالم، وده اللي بنشهده منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة، حيث فرض التعريفات الجمركية. انهارت الأسواق، أسواق المال لفترة ثم بدأت تتعافى مرة أخرى. ولهذا أقبل الناس على الاستثمار في الذهب، على شراء الذهب بكميات كبيرة كملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصادية الراهنة. وبالتالي الطلب فاق العرض، ولذلك ارتفعت الأسعار بشكل كبير. سعر أونصة الذهب تجاوزت لأول مرة 3238 دولار، وحقق منذ بداية العام مكاسب تخطت نسبتها 20%، وتوقعات من خبراء اقتصاديين بارتفاعها لتصل إلى حاجز 3500 دولار مع نهاية عام 2025. سعر الجرام اليوم بالنمسا 86.70 بالنسبة لل 21، والارتفاع كل الاحتمالات مفتوحة. يعني بالنسبة لهالصراعات السياسية والاقتصادية اللي عم تصير، كل العالم تعرف هالشي، يعني وارد، كل الاحتمالات واردة. لعب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة دورا محوريا في ارتفاع أسعار الذهب، إضافة إلى الحروب المستمرة مثل الصراع في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط، والتي ساهمت أيضا في ارتفاعه. بالنسبة للذهب فهو الاستثمار الآمن الوحيد بالنسبة للناس اللي ما بتعرفش في البورصة ولا في البيتكوين ولا في أي حاجة تخص الحاجات الجديدة الخاصة بالاستثمار، ولا في العقارات، لأن في ناس برضو بتستثمر في العقارات. بالنسبة للذهب هو بالنسبة لي أنا كست بيت أو كسيدة يعني أو كست بتحب تستثمر في حاجة آمنة، فأنا بالنسبة لي أروح أشتري خاتم، أشتري مثلا سلسلة، فهي بالنسبة لي حاجة أنا بتزين بيها وفي نفس الوقت هي استثمار آمن عندي. يؤكد محللون اقتصاديون استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب لتصل أكثر من 3500 دولار للأونصة الواحدة، فيما يحذر خبراء من تقلبات محتملة في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية أو تراجعت التوترات الجيوسياسية. لبرنامج دينار، رولا محمود، العراقية الإخبارية، فيينا.